للكريم شاب راح استخدم هنا لحم مثروم، لحم عجل او لحم بقر اللي تحبونه تسوونه تقدرون. اني هنا اختاريت لحم البقر ولحم عجل، وثرمته هنا شوية وياه بصل ثرمته كلش ناعم حتى ينطيني طعم طيب، ومن أعجنه ويا اللحم يتماسك ويا اللحم. ضفت هنا ملعقة كبيرة ملح، وضفت ملعقة همينة كبيرة فلفل أسود، وخليت شوية بهارات لحم. طبعا هاي البهارات أني أستخدمها بس لهيجي شغلات للكريم شاب للشاورما، تقدرون أيضا يعني تستخدمون أو تستبدلونها بغير بهارات ثانية. هسه هنا راح أعجن العجينة كلها وبعدين أرجع لكم. وهنا نسيت اللي أذكره، راح أضيف بيضتين، البيضتين تنطيني أكثر طراوة وتنطيني هشاشة للحم. استعمل هذا كعك مطحون وهو يستخدم هاي الأشياء مثلا كريم شاب أو شي ثاني. هسه راح أخليه بالصينية وأخلينا بهارات مثل ما تشوفون. هنا خليت شوي بابريكا وكركم وأعشاب مجففة وخليت ثوم مطحون. هسه راح أخلطها وأشوفكم شلون راح أسوي. هنا أنا كورت اللحم بعد ما خلطته، وهسه ضفته بالكعك وراح أفتح اللحماية. راح أسويها لا كلش ثخينة ولا كلش خفيفة، راح أسويها على شكل دائرة، وانتو بكيفكم شلون ما تحبون تسووها سووها. طبعا لازم أغمسها بالوجه هذا وبالوجه الثاني. هنا مثل ما تشوفون أني فتحتها، طبعا كلش سهلة من واحد يفرشها لأنه بيها بيض وتكون العجينة ناعمة وكلش حلوة بالفتح. هسه راح أسوي هاي الثانية وياكم، راح أفتحها هيجي على السريع، ومثل ما تشوفون شقد سهلة، ويعني ما تاخذ وقت، مو ناشفة ولا يابسة، مع انه أنا ما خالة دهن، بس هو اللحم اكيد شوية بيدهن، بس هو البيض ينطي طراوة دائما للحم. وهنا قلبتها على الجهة الثانية، طبعا طريقة كلش حلوة وسهلة وأبد ما تتكسر، لا تخافون. هسه هنا مثل ما تشوفون نقلتها للصينية مال الشوي، وأني أصلا فاتحة الفرن من قبل وقت. طبعا مثل ما تشوفون لا صارت خفيفة ولا صارت ثخينة. وهسه راح أدخلها للفرن، وخليكم وياي وتابعوا التفاصيل. خلص الكريم شاب وصار عندي بهذا الشكل واستوى وكلش طيب، ريحته تجنن، أتمنى تجربونه، كلش طيب. وهسه راح افتح لكم وحده وتشوفوها شلون صارت من جوا. بايبي هسه راح افتح هاي وتشوفوها، شوفوا شلون هي شويه كريسبي. شوفوا شلون مستويه من الداخل، كلش طيبه وريحتها تجنن، وأتمنى تعجبكم. طبعا طريقة صحية، أني ما قليتها بالزيت حتى ما تشيل هواية دهن. اللي يحب يقليها يقدر، واللي ما يحب يقليها يشويها بالفرن.